ماذا أعددت لنا اليوم من مسائل نناقشها يا راشد؟ أعددت أخطرها وأهمها، مسألة خلق القرآن. نعم، لقد أثارها الجعد بن درهم وقال بها الجهم بن صفوان، ثم سكت الناس عنها بعض الوقت، وأصبح علينا أن نحسم هذه المسألة برأي قاطع. سمعت أن مالك بن أنس في الحجاز يرفض الخوض في هذا الحديث، ويقول بأن القرآن كلام الله، ومن يقول بأن القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. والغريب أن أبا حنيفة يتفق معه في الرأي، وقلما يتفقان، فإنهما يقولان القرآن كلام الله عز وجل ولا يزيدان. هؤلاء الفقهاء يتوقفون عند ما ورثوه من أسلافهم، ولا يريدون أن يعملوا عقولهم في مسائل جديدة تستلزم الحوار والمناقشة. لا مالك ولا أبو حنيفة يلزمنا رأيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما إن دخلت إلى الرشيد حتى سألني عنك، إنه شديد الإعجاب بك. سبحان مقلب القلوب، كاد يقتلني أول ما رآني. لم يكن يعلم أن لديك كل هذا العلم. أستغفر الله، أستغفر الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ها، متى تذهب إليه؟ عندما أعود من الحجاز. أتنوي السفر إلى الحجاز؟ ما لك لا تستقر في بلد واحد؟ أريد أن أطمئن على ولدي وزوجتي، إنهما لا يعرفان حياتي من مماتي. اذهب إليهما يا شافعي، على أن تعود بهما إلى بغداد. هذا ما يدور في خلدي، فبغداد مليئة بالعلماء والفقهاء. سافر يا شافعي، سافر، ولكن على أن تحلف لي بالعودة إلى بغداد في أقرب وقت. لا أتركك حتى تحلف. يا محمد، يا محمد، ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط. اسمع يا شافعي، إذا كنت تنوي العودة فدعني أشتري لك الدار المجاورة لي، فصاحبها يعرضها للبيع، حتى إذا عدت إلى بغداد وجدت مكانا مناسبا للإقامة. وكيف لي ذلك؟ صاحبها يعرضها للبيع ب30,000 درهم، وهي تساوي أكثر من ذلك. 30,000 درهم؟ 30,000 درهم؟ ما أملك منها درهما واحدا. كيف يا شافعي؟ لقد أعطاك الرشيد قبل أيام 50,000 درهم. ما تركت ساحة القصر حتى فرقتها على أصحاب الحاجات. كلها؟ أما أبقيت لنفسك منها شيئا؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لعلك تقرضني نفقات السفر إلى الحجاز، أردها إليك عندما أعود إلى بغداد، وعندما يتيسر الحال. يتيسر الحال؟ كيف يتيسر الحال وأنت على هذا الحال؟ لقد ذهب أبو عمرو ليجيء بالطبيب. وماذا يفعل الطبيب إذا حان الأجل؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أمضيت الليل بطوله، أدعو لك بطول البقاء. لا حيلة في الرزق
ولا شفاعة في الموت. أكاد أرى أهل المعاصي أسمع زفيرهم في النار. وأكاد أرى أهل الطاعة يتقلبون في نعيم الجنة. وأرى نفسي على الأعراف بينهما. اللهم رحمتك وعفوك، اللهم رحمتك وعفوك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لقد ذهب علم الحجاز يا نفيسة، ذهب علم الحجاز. رحم الله الإمام مالك، عالم لا يعوض، جزاه الله بما أعطى الإسلام والمسلمين. قبل أن يموت جعفر الصادق أبو زوجي سألوه: من نسأل بعدك؟ فأجابهم: اسألوا مالكا، فمن لنا الآن بعد مالك؟ العوض فيك يا نفيسة. أنا؟ نعم نعم، أنت يا نفيسة. لقد قرأت عليه كتابه الموطأ أكثر من مرة، ولقد أقرك على قراءته وفهمه. الإمام مالك بحر من العلم، وما عندي قطرة من هذا البحر. ليس كل العلم بالدرس والتحصيل يا نفيسة، وإنما هناك العلم الذي يعطيه الله لمن يحب، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. ليت عندي ما تقولين يا فاطمة. أنت من تحملين ميراث النبوة من العلم، وأشهد أنك ما تحدثت مع أبي في مسألة ما إلا وافق على رأيك فيها، فأنت خير الخلف لخير سلف. يا فاطمة، الناس من كل الأقطار كانوا يقصدون مالكا بذاته، فهل يجيئون لسؤال امرأة؟ الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الفرائض. وهل أكون كعائشة أم المؤمنين يا فاطمة؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. العلم يطلب الزيادة فيه ولا يعرف التوقف عنه، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما.
صدق الله العظيم. لا تخافي يا فاطمة، لن يضيع علم مالك، فتلاميذه كثيرون في الشرق والغرب. نعم، كان يلازمه في سنواته الأخيرة فتيان وأبو عمرو، ولقد نسخ كل ما أملاه عليهما قبل أن يعود إلى مصر. ولدينا الإمام الشافعي أيضا، كم سمعت الإمام مالكا يثني عليه ويزكيه، فهو الأقدر على أن يأخذ مكانه في حلقات الدرس. الشافعي في العراق منذ أن أخذوه إلى الرشيد، ولا أحد يدري ما حدث له. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا عثمان؟ الحمد لله. شافعي، الحمد لله على سلامتك يا شافعي. كيف حالك يا حمد؟ ما تصورت أن أراك مرة أخرى. الحمد لله الذي جمعنا على خير. الحمد لله. ماذا فعلتما في غيابي؟ ها، أخبرني يا عثمان. أول ما جئت الحجاز يا أبي قمت بأداء العمرة ودعوت الله أن يكشف عنك الغمة. استجاب الله لك يا عثمان. وأنت يا حمد؟ أحاطت بي نفيسة وفاطمة ابنة الإمام مالك. كانت نفيسة تبشرني وتطمئنني، وقد صدقت بشارتها. وأنت يا شافعي ما أخبارك؟ صرت من أقرب المقربين إلى الخليفة بعدما كنت من ألد أعدائه. ما لنا بالحكم والحكام بعد اليوم، كفانا الله شرهم وخيرهم. جئتكم بهدية من تمر العراق. الهدية يا أبي عودتك سالما إلينا. أما أنا فقد أعددت لك هدية ستفرح بها كثيرا. هذه الصحف والأوراق. ما بها يا حمدة؟ هذه كتبك وأوراقك، كانت معك في نجران. رفضت أن أترك الدار قبل أن أخذها معي. بارك الله فيك يا حمدة، ولكني أرى في الأوراق ما لم أكتبه. جمعنا يا أبي ما كنت تمليه على أصحابك في المجالس حتى لا يضيع من علمك شيء. بقيت في نجران 7 أيام أجمعها من تلاميذك، وكنت أنوي نشرها على الناس حتى يبقى الشافعي في ذاكرتهم مهما فعلوا بك. هذا العلم أريد أن أذيعه بين الناس ليستفيدوا منه، ولكن ماذا يا أبي؟ أريد العلم لوجه الله وحده، وأخاف ثناء الناس على علمي أن ينقص من أجري. الناس يا أبي لا يتقبلون العلم حتى يعرفوا مصدره. دعونا من هذا الآن. ما الذي تنوي أن تفعله يا شافعي؟ أتبقى بالحجاز أم تخرج إلى مكان آخر؟ لن أترك الحجاز حتى ألتقي بعلمائي وآخذ ما عندهم. أما عرفت يا شافعي، الإمام مالك اختاره الله إلى جواره. سمعت بذلك وأنا في طريقي إلى الحجاز. رحمه الله، كان النجم الذي نهتدي به. أسأل الله أن يتغمده برحمته. ما عاد علماء غيره في هذا الزمان. الله أرحم بعباده من أن يطفئ مصابيح العلم. أعرف أن هناك حلقات علم في المسجد الحرام. هناك حلقة سفيان بن عيينة، أسمعت به؟ ما سمعت به يا أبي. أنت لا تسمع إلا أخبار السوق والتجارة. هيا بنا نذهب إلى المسجد الحرام. هيا بنا. نجلس في هذه الحلقة، فالناس عادة يتزاحمون على المورد العذب. الحمد لله رب العالمين. لابد أنها حلقة سفيان. والصلاة والسلام على سفيان أشرف بن عيينة. الخلق سيدنا محمد. كم أتمنى أن أستمع. أبدأ حديثي معكم والذي أتناول فيه مسألة الكفاءة وفيما يجب أن تكون. الكفاءة هي المماثلة. الكفاءة هي المساواة والمماثلة، والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الرجل كفءا لزوجته، أي مماثلا لها في المنزلة، وذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية وحفظها من الفشل والضياع. وقد اختلف العلماء في الكفاءة، أهي في النسب أو الصناعة والحرفة أو الفقر والغنى؟ وأميل إلى الرأي القائل
إن الكفاءة لا تكون إلا في الدين وحده، وحجتنا في ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يضع قيدا على هذا النكاح. وهناك دليل آخر من السنة النبوية. لقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ليس صاحب مال، وزوج ابنتيه لعثمان بن عفان. فلو كانت الكفاءة في النسب ما كان أحد من خلق الله كفؤا لواحدة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنت يا رجل؟ ما اسمك؟ محمد بن إدريس الشافعي. سمعت بك. مرحبا بك في مجلسنا. استكملنا موضوع الحلقة الماضية وهو الكفاءة في الزواج، وننتقل الآن إلى موضوع هذه الحلقة وهو الرفق في الإسلام. الإسلام يطلب الرفق والرحمة في كل تعامل بين الناس، بل ويأمر بهذا الرفق مع الحيوان الأعجم. فعندما نذبح الحيوان أو الطير يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواحد منا أن يحد شفرته حتى يخفف عن الحيوان أو الطير شيئا من العذاب. وفي ذلك يجيئنا الحديث الشريف رفقا بالطير أيضا: أقر الطير في وكناتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بقوله هذا: لا تزعجوا الطير ولا تهيجوها، ودعوها هادئة مستقرة في أماكنها. عفوا يا أخي، ليس هذا فقه الحديث الذي ذكرته. ما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ وما فقه هذا الحديث يا شافعي؟ كان العربي قبل الإسلام إذا غادر بيته يقصد أمرا يعمد إلى أول طير يراه فيهجه، فإن طار إلى اليمين تفاءل ومضى إلى الأمر الذي يعقده، وإن طار إلى الشمال تشاءم ورجع عن مقصده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهيجوا الطير وتحركوها يمينا ويسارا، فإن هذا لا يكشف عن شيء، لأن أمور الله تجري بمقادير. ذلك هو التفسير الذي يتفق مع لغة العرب وعاداتهم. بارك الله فيك يا شافعي، بارك الله فيك. أهلا ومرحبا بك يا نفيسة العلم، يا حفيدة رسول الله. حفيدة رسول الله، حفيدة رسول الله يا فاطمة، حائرة في حديث النبوي تريد أن تتثبت منه. يا نفيسة، لو أن الإمام مالكا حي لعاونك فيما تطلبين. أبوك حي بعلمه يا فاطمة، هل تأذنين لي بالاطلاع على أوراقه؟ أيها تطلبين؟ الأمر يا فاطمة أنني راجعت نسخة الموطأ التي عندي، كنت أبحث حديثا عن الزكاة فما وجدته. ربما كان الحديث لا وجود له، ولكني سمعته من الإمام مالك بنفسي، أذكر ذلك جيدا، فكيف لا أجده في كتابه؟ الحق يا نفيسة أنا لا أعرف إجابة على سؤالك. ربما سقط الحديث مني عندما نسخت الكتاب، أو رفعه الإمام مالك بعدما أملاه. لهذا يا فاطمة أريد أن أعود إلى الأصل الذي راجعه قبل أن يتوفاه الله. أجهز لك أولا ما تشربين، ثم أبحث لك في الخزانة عما تريدين. لا تؤاخذيني يا فاطمة، ما كنت أحب أن أثقل عليك. يا نفيسة، ما أهون ما تطلبين بالقياس إلى ما يطلبه غيرك. الناس يقصدون الدار وكأن أبي ما زال حيا. يطلبون النظر في أوراقه؟ البعض، والبعض الأكثر يقصدون مجرد التبرك بالمكان الذي كان يعيش فيه مالك. دعيني أنصحك يا فاطمة، من يجيء دار مالك للعلم فأهلا به، ومن قصدها لغير ذلك فلا تسمحي له. الناس يا نفيسة، الناس يتحسسون ثيابه ومتعلقاته ويلحون في التواجد حيث كان يقيم.
أخاف عليهم الفتنة. ألا تعرفين يا فاطمة أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان عندما رأى الناس يتوافدون عليها ويتبركون بها؟ شكرا لك، نفعنا الله بعلمك يا نفيسة. ولكن هناك بعض الناس يطلبون ما تركه أبي من متعلقات من أثواب ونعال للانتفاع بها، فهل أعطيها لهم؟ إذا كانوا فقراء مساكين يريدون استخدامها فلا بأس من ذلك، أما إذا كانوا يقصدون التبرك بها فليس ذلك من الإسلام في شيء. أكثر من يطلبون هذه المتعلقات من مصر والمغرب. لا بأس من الانتفاع بها، فذلك نوع من الصدقة وليس أكثر من ذلك. شكرا يا نفيسة. تقولين إن وفودا من مصر تجيء إليك وتجيء من غيرها. إنما أسألك عن أهل مصر يا فاطمة، أما عرفت أخبارهم؟ كان النيل قد توقف عندهم عن الفيضان منذ 7 شهور، وكانت المجاعة تهددهم، أما حدثوك عن ذلك؟ كل حديثهم عن الإمام مالك. وددت لو أطمئن على أخبار معاشهم، فكم دعوت الله أن يفرج كربهم. انتهى حديث الفقه، وحان الآن حديث الملح والطرائف. من منكما يحفظ ملحة أو طرفة يحكيها لنا؟ أي ملح وطرائف يا إمام؟ ألا تعرف الكارثة التي تنتظرنا؟ كاد موسم الفيضان ينتهي وما زاد النهر شبرا واحدا. يا أخي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن مع العسر يسرا. لا ننتظر إلا عسرا، ولن يجد أحد قوت يومه. يا أخي أحسب أن لدينا مخزونا من الغلال يكفي حاجة الناس هذا العام. وماذا عن العام القادم؟ من يدري يا أخي، قد يجيء العام القادم بإذن الله بالخير الوفير. أنت يا شيخ سفيان من يأخذ مكان مالك بالحجاز حتى لا يضيع علمه. العلم لا يضيع عندنا، كتاب الله يكفينا ويغنينا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يستغني بالقرآن عن غيره، فعلينا أن نجتهد في تفسيره واستنباط أحكامه. ما بك يا شافعي؟ أتريد أن تقول شيئا؟ في رأيي ليس المقصود بالحديث هذا المعنى يا شيخنا، فلو كان المقصود هو الاستغناء بالقرآن عن غيره لكان اللفظ يتغانى وليس يتغنى. وما المقصود إذن؟ المقصود يترنم ويرتل، مصداقا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا هو مفهوم اللغة العربية من لفظ يتغنى. أنت أدرى بفقه اللغة وأنت أدرى بفقه الحديث. الصواب فيما يقوله الشافعي. عفوا يا شيخي، إنما أجتهد بالرأي ولا أضمن الصواب. ما أسعد المعلم حين يجد تلميذه أعلم منه. لا تقل ذلك يا شيخنا. دعني أقول لك شيئا يا شافعي. أرى أن تكون حلقتك في المسجد النبوي لتفيد الناس بعلمك. لا يكون ذلك، إنما أطلب العلم على يديك. إذا كان بقائي عائقا يمنع الناس عن الاستفادة بعلمك فإني أتوقف عن حلقتي. لا يا شيخنا. ولما لا تكون الحلقتان في المسجد النبوي، واحدة لك والثانية للشافعي؟ لا أضع نفسي موضع الاختيار مع شيخ سفيان. لدي اقتراح، فلتكن حلقتك يا شيخ سفيان بعد صلاة العصر، ولتكن حلقتك يا شافعي بعد صلاة الظهر، وبذلك تتاح الفرصة لمن يرغب في الحضور إلى إحدى الحلقتين. وأنا أول من يجلس في حلقة الشافعي قبل أن أجلس في حلقتي. هناك عبارات وردت في كتاب الله على نحو عام، ثم تجيء السنة فتخصصها، أي تجعل تطبيقها في حالات محددة. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والمفهوم العام أن كل سرقة تقطع فيها اليد،
ثم يجيئنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخصص هذا العام ويقول إنه لا تقطع يد السارق إلا إذا بلغت السرقة ربع دينار فأكثر. قل لي يا إمام، كيف تحدد السنة النبوية مفهوما ورد في القرآن الكريم على سبيل العموم وكأنها بذلك تكون حاكمة عليه؟ القرآن والسنة كلاهما من عند الله. يقول عز وجل عن رسوله الكريم في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويقول عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولدينا مسائل أخرى توضح الآيات فيها أكثر من احتمال واحد، فتجيء السنة لتبين الاحتمال المقصود. ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة في الطلاق 3: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاحتملت الآية أن يكون مجرد عقد الزواج كافيا لإحلالها للأول، ثم جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدد أنه لا بد من الدخول بالزوج وليس مجرد عقد النكاح. أكرمك الله يا شافعي، أكرمك الله. كذلك لا بد أن يكون الزواج الثاني بنية الاستمرار فيه وليس بقصد إحلالها للزوج الأول. سؤال يدور في ذهني لعلي أجد إجابة عليه، هو: لماذا لا تؤم المرأة الرجل في الصلاة؟ لا تجوز إمامة المرأة للرجل في الصلاة، لأن الله تعالى يقول في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء، فكيف تؤم المرأة الرجال؟ وربما كانت المرأة أكبر سنا وأعلى قدرا، كأن تكون أمة، أو أكثر علما من كل من يصلون حولها. يقول جل وعلا في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء والإمام أعلى درجة ممن يؤمهم. وما جاءنا قط أن امرأة أمت الرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده. نفعنا الله بعلمك يا شافعي. على أن المرأة يجوز لها أن تكون إماما للنساء اللاتي يصلين معها على ألا تتقدم عليهن في الصف. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أهلا ومرحبا بك يا ابن حنبل. أهلا بك يا ابن الحسن. أي خير قادك إلينا؟ جئت أبحث عن الشافعي، ولعلك تعرف أين يقيم في بغداد. ما عاد الشافعي إلى بغداد. كيف يا محمد؟ سمعت أنه وعد بالعودة في وقت قريب. الحجاز أخذه منا. تفضل يا ابن حنبل، تفضل. أصبحت له حلقة علم في المسجد النبوي يتزاحم عليه الكثيرون، ولكننا نحتاجه هنا في بغداد كي يواجه المفاسد التي تنتشر فيها. أي مفاسد تعني؟ ما يردده أصحاب الكلام من أقاويل تهدد عقيدة الإيمان، هو الرشيد مشغول عنهم بأمور الخلافة والحكم. لقد حدثت رشيد عنهم ولم يبدي حماسا للتصدي لهم. كيف يا محمد؟ إنهم يتعرضون للعقيدة ذاتها ويهددون الإيمان كله بما يرددونه من أقاويل تتحدث عن ذات الله وحكمة الله وصفات الله. الرشيد يثق في بشر المريسي ويستمع له، وبشر كما تعلم واحد منهم. الرشيد مخدوع فيهم وعلينا أن نكشف خداعهم. حاولت مع الرشيد جهد استطاعتي، ويمكنني أن أكرر المحاولة ولو أردت. رتبت لك معه موعدا لتحدثه عنهم. تعرف أنني لا أحب لقاء الحكام، كما أنني لا أحسن الجدل والحوار. ليت الشافعي كان معنا، فهو الأقدر على المواجهة. وأنا لا أعرف متى يعود. ونحن لا نستطيع السكوت. ما دخلت مجلسا ولا زرت مسجدا إلا وجدت الناس يتحاورون في هذه المسائل التي تقود إلى الضلال. كتب اليونان تنتشر وأفكار الهندوس تتداول بين الناس. إنها وقود النار التي تشتعل. سوف أكتب إلى الشافعي في الحجاز
ليعجل بالحضور إلى بغداد، فنحن في حاجة إليه لمواجهة الخطر الذي يتهدد عقيدة الإسلام. أين عثمان؟ ما حضر اليوم مجلسي في المسجد. ذهب إلى السوق يستطلع أخبار التجارة. ألا يزال مصمما على التجارة؟ وما في ذلك يا شافعي، لقد كان أبو بكر رضي الله عنه يعمل بالتجارة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في أموال السيدة خديجة قبل البعثة. أنا لا ألومه على العمل بالتجارة، ولكني آخذ عليه أن يترك العلم. ليته يفعل ما فعله الإمام أبو حنيفة، كان تاجرا وفقيها. ولدك ليس لديه الاستعداد لطلب العلم. كم يحز في نفسي يا حمدة أن أجد الناس حولي يسألون ويكتبون عني وولدي لا يشاركهم. وما جدوى مشاركته؟ دع ولدك يختار لنفسه ما يريد. لقد بلغ مبلغ الرجال، وإن هي إلا شهور قليلة حتى يتزوج وينفصل عنا بحياته وأولاده. ليته يتزوج. كم من واحدة نختارها له، ولكن الله لا يقدر إتمام الزواج. يحدث إن شاء الله في وقت قريب. السلام ورحمة الله وبركاته. هل قرأت ما أعطيته لك يا عثمان حتى تفهم درس الغد وتناقش فيه؟ ما أتممته بعد. يومان وما انتهيت من قراءة هذه الصحف؟ إنها صعبة يا أبي ولا أكاد أفهمها. عندما كنت في سنك كانت ساعة واحدة تكفي لحفظ هذه الصحف وليس لقراءتها فقط. كل ميسر لما خلق له. أنا لا أعرف ما الذي يمنعك من الإقبال على العلم. أشعر أنك تحضر مجالسي بجسدك لا بعقلك. لولا أنك أبي ما كنت أحضرها. تعرف يا أبي أنني أجد نفسي في حرفة التجارة. أحب عمليات البيع والشراء. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أليست التجارة مع الله أولى؟ ما قصرت في حق الله ولا غفلت عن أداء الفرائض. العلم أيضا فريضة على كل مسلم، وطلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم أيضا يا عثمان. وددت لو أستطيع. ولم لا تكون مثلي؟ ألست أولى الناس بأن تأخذ علمي؟ يكفيني من العلم يا أبي ما أعرف به قواعد الدين، ولكني لا أستطيع أن أكون مثلك. لو صار كل الناس علماء فمن يقوم على معايشهم ويلبي احتياجهم؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أخبارك يا حمد؟ ما وفقت هذه المرة أيضا. هل قابلت زوجة عمران وتحدثت معها بشأن زواج ولدك؟ قابلتها، ولكني لم أتحدث معها في هذا الشأن، فقد علمت أن رجلا من نجد قد طلب ابنته للزواج، فلم أستطع أن أطلبها لعثمان. أحسنت يا حمدة، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يخطب على خطبة أخيه. لست أتعجل الزواج يا أبي. الزواج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من أسباب تمنعك عنه. سوف أبحث في المدينة عن عوائل لديها فتيات يصلحن للزواج، ولكني أود أن أعرف كم تطول إقامتنا هنا. ما أظنها تطول يا حمدة، فقد جاءتني رسالة من ابن حنبل تستعجل عودتي إلى بغداد. ولكن المسجد النبوي أنسب مكان لطلاب علمك، فالحجاج والعمار يقصدونه من مختلف الأقطار. ابن حنبل يخبرني بأن أصحاب الكلام على صوتهم في بغداد، وزاد تأثيرهم على العامة هناك. من أصحاب الكلام هؤلاء؟
هم خليط من المتحدثين يا عثمان، يخوضون في مسائل العقيدة ويتحدثون عن ذات الله وصفاته بما يثير الشكوك. وما يدفعهم إلى ذلك؟ الادعاء بتحكيم العقل والمنطق في كل شيء، فهم يرفضون التسليم بالأثر والسنة، ويطرحون التساؤلات التي لا إجابة لها، فيهزون ثقة المؤمن بدينه. ذلك أمر قديم منذ بدأ الإسلام، ولكن الجديد فيما يقول ابن حنبل انتشاره بين العامة والخاصة على نحو غير مسبوق. أراك يا أبي تتحدث عن أمر لا يستدعي كل هذا القلق. بل يستدعي يا عثمان، وكل أمر يهدد العقيدة لا ينبغي السكوت عليه. يا حمدة، أدي نفسك للرحيل إلى بغداد وتترك دروسك في المسجد النبوي. دفع الضرر يا حمدة أولى من جلب المنفعة على كل حال. سلام عليك إمام المشاعر، سلام